بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نقرأ هذه الرسالة: ولكن هذين طلبين منذ أكثر من سنة كنت أتمنى أن تصل له. أصبح المنتسبين ما يقارب 200 ألف، الحمد لله رب العالمين. يجب أن يكون لنا تدريب على الدعوة، كيف نبدأ وكيف نجيب على أسئلة ونقيم الحجة. أتمنى من عمي حجازي أن يفكر في الأمر. الطوفان سينتهي والسفينة سترسو والمستغفرين انتشروا في بقاع الأرض كنوح عليه السلام وأولاده. يجب أن نمتلك أدوات التي تؤهلنا للدعوة. وأيضا أسأل: ما هو حدودنا في التبليغ؟ هنا يعطيك العافية عمي، في إلي طلب من عمي محمد حجازي، ممكن الدروس التي كان يكتبها في 2015 يرجع يقراها لنا، بحيث تكون لنا مرجع في حال تيسرت لنا الظروف في جماعات أو دروس أن نلقيها. طريقته بسيطة وجميلة في الدروس وواقعية وليست أقوال من مضى. الحمد لله رب العالمين. نعم، وأنا إن شاء الله بدي 22/5/2015. والله لا نستحي من الله، هذا إطلاق نار. احنا مش بحاجة حدا يخلص علينا، احنا بنخلص على بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم إن شاء الله احنا هذا الدرس إن شاء الله سأقرأه على مسامعكم. الجميل إني أنا كنت يعني أشوف إذا بدي أنزله ولا ما أنزلوش، ولا سبحان الله. وإذا الدرس يتكلم كمان مرة عن ورد 30,000 استغفار. والله الآن يعني أنا هي أول مرة بشوفه إنه بيتكلم هذا الدرس على 30,000 استغفار. هذا جمال الأمر إننا وكان الله يؤكد لنا أن نستمر. عد يا سراقة ولك سواري كسرى، هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نعم قالها لسراقة: عد يا سراقة ولك سواري كسرى. وبلغ سراقة من العمر ما بلغ، حتى كان في عهد سيدنا عمر، وعندما فتحت فارس جاء عمر وسأل: أين سراقة؟ هذه سواري كسرى، خذها يا سراقة. وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال المصطفى: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الزم الاستغفار ولك أكثر من سواري كسرى. الزم الاستغفار ولك والله الذي لا إله إلا هو أكثر من سواري كسرى. لك البشرى في الدنيا وفي الآخرة. طوبى لمن وجد في صحيفة استغفار كثيرة. وفوق هذا لا يعذب الله مستغفرا، الله سيهديك إلى صراط الله المستقيم. بهذا الاستغفار ستصبح بإذن الله تعالى مستجاب الدعاء. طبعا أنا في هذه الدروس التي يعني نزلتها في 2015 في بعض التعقيب، الآن أنا أعقب عليها، لأننا لازلنا نسمع من هذا الباب دروس. يعني لربما هنا كان في شيء ممزوج، لأني أنا كنت قد بدأت بالاستغفار وبدأت في القرب، تركت الذنوب وأقبلت على الله بكله. هنا في هذا الدرس أنا كنت قد شمرت بكله 5 صلوات في تكبيرة الإحرام. فينا حرب كنا بيناتنا، يعني ما في حاجة حدا يجي يتدخل بيناتنا، احنا بنخلص على بعض. صدقوني إنه الربا الذي يحاربنا الله فيه. نعم ما من بيت عندنا
إلا ونطلع قرض ربوي، لربما سيارة، لربما لبيت، لربما لفرح، لربما لرحلة، لربما خذ سمي ما تشاء. وهذه هي الحرب الله علينا، ونحن نظن إنهم هم من يطلقون النار. نعم هم يطلقون النار، ظلمة سينتقم الله منهم، لكن هو جل في علا ينتقم منا نحن كذلك الآن. لكن إن شاء الله بالتوبة والرجوع سيتغير حالنا. عندما تقلع عن هذا القرض الربوي فلن لن يوجع قلبك هذه الأمور. نعم الحمد لله رب العالمين. والله كأن الله يريد أن يبين لكم يا جماعة أنتم لستم بحاجة لعدو، أنتم بتخلصوا على بعض. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم عد يا سراقة ولك سواري كسرى. أنت أخي الكريم، أنت أخي المتابع، أنت عش بالاستغفار وعش مع الاستغفار، والزم الاستغفار بالليل والنهار، وستقطف ثمار الاستغفار عاجلا غير آجل. منا من قطف بعد أسابيع، منا بعد شهر، منا من بعد شهرين، 3 أشهر، 4 أشهر، ولكن الأمر باتساع. الأمر يا جماعة الاستغفار أمره في اتساع، في اتساع. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويبدأ الاتساع. نعم الاتساع في العطاء، ويمددكم المدد يا جماعة استمرارية، وكأنك موظف دولي كل شهر عندك راتب. مش معناه كل شهر، يمدد المدد. أنا بستغفر معناها في مدد، أنا بوقف انتهى المدد. فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. نعم فالمدد مستمر إذا أنت استمريت في الاستغفار. وأنا أضمن لك بما قال الله جل في علاه في كتابه في سورة نوح، أضمن لك إن أنت تبت من ذنوبك وأقلعت عنها. طبعا في البداية في الدروس هاي، في هذه الدروس ما كنت أركز، كنا نمر كلام على الذنوب، وكل المشايخ بمروا كلام على الذنوب، ما بعظموا الذنب حتى يجعلوه سبب كل الذي أنت فيه. نعم وكأننا إحنا مقصرين في العبادة، كأننا إحنا مقصرين في العبادة. نزيد، إذا بنقرأ جزء خلينا نقرأ جزئين من كتاب الله، وإذا إحنا بنصلي قيام الليل ركعتين صلي 4. لا، التركيز على الذنوب. هذا الأعرابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما علي وما على ربي، بالآخر قال أصلي الفرض ولا أزيد، وأصوم رمضان ولا أزيد. قال إن صدق أظن قال نجا أو دخل الجنة. فالزيادة هي لك، لكن الصدق وأن لا تذنب وأن تبتعد عن الذنوب. نعم ركز على الذنوب، ركز على الذنوب، والله لو كلمة صغيرة ركز عليها. لا تحقرن من الذنوب شيء، كما لا تحقرن من المعروف شيء. دير بالك لما بتذنب ذنب وبدك تعرف انك على خير، سترى انه وكأنه جبل جاثم على صدرك. لكنك اذا انت بتمر مر الكرام على كل ذنب، هنا بتحكي وهنا غيبي وهنا بتسب وهنا فانت لا، مش على خير. لازم هذا القلب ينجلي حتى يصير يستشعر الذنوب. انا عشان اوفي الامر نركز انه دير بالك من الذنوب. الذنوب تركها اهم من كل الطاعات، اهم من كل الطاعات. ائتي الفرائض اهم من كل النوافل. ترك الذنوب من الفرائض، ترك الذنوب من الفرائض مثلها كمثل صلاة. الصلاة لا تقبل ولا ترفع إذا كنت سيء الخلق. يا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. عظم الذنب أخي.
لو كنت قليل العبادة، مش معناها تقلل عبادتك، لا زيد، ما احنا بدنا نصل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بدنا نصل لهنا، عشان هيك احنا بنزيد. لو كنت قليل العبادة وعلى حسن الخلق، هنيئا لك، لن يعذبك الله. نعم لن يعذبك الله إذا أنت على حسن خلق. طبعا مصلي، احنا بنتكلم أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة هي صلاته، الصلة التي بيننا وبين الله هي الصلاة. كيف نوصل؟ الله بيفتح لك يا غير مصلي بالاستغفار، أساس يبين لك أنا يعني هنا يا الله، بيقول لك يعني أنا هنا يا عبدي، تقرب إلي يا عبدي، أنا بقبل منك الاستغفار وسأعطيك ما وعدت المستغفرين من باب الفتح. لكن الإعطاء لن يستمر، لأن الشيطان سيسحبك بعدين، فيكون الله قد أقام الحجة عليك وأنت لم تتب إلى الله. دير بالك، دير بالك، هناك في نصارى أسلموا بالاستغفار، ولكن إذا إحنا بنتهاون مع الاستغفار ونترك كل شيء ونترك الصلاة، راحت علينا. عماد الدين الصلاة، من ترك الدين، من ترك الصلاة هدم الدين. طيب يلا نقرأ من هذه الدروس إن شاء الله. ليش بصلت الدرس على أول صفحة، على أول صفحة، وبننقل إن شاء الله. هذا مسجد الخلي طبعا، الدرس رقم 12. يا رب لك الحمد كله على نيته وسره، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد أنت الحق، ولك الحمد قولك الحق، ولك الحمد حمد الذاكرين، حمد العارفين. يا رب لا حول ولا قوة إلا بك، ولا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفرك ربنا وتوب إليك. لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يا رب لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم هنا الذكر وفضائله، الدرس 12 22/5/2015. بدي أقرأ إسا من أمامي عشان يكون أقرب علي. نعم أنا قلت يا سراقة عد، يعني الرسول عليه السلام قال يا سراقة عد وعده، ولك سوى كسرى، وأنت استغفر، ولك من الله فرج، ولك حياة طيبة كريمة، ولك كل شيء تبحث عنه في هذه الدنيا. والله يا جماعة وين كنا وشو صرنا؟ والله يا جماعة سبحان الله، بعد أن تمضي الأيام والأشهر والسنين مع الاستغفار، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لكنها الحمد لله رب العالمين بالآخر كانت وكأنها مدرسة. نعم كانت مدرسة. أنا اليوم أسمع بهذا الدرس كلام المشايخ، لكن هون كان في حقيقة أنا بدأت أعيشها، 30,000 استغفار يعني التي تختلف عن كل كلام، لأن هذا أنا عشته الحمد لله رب العالمين. هذا أنا بتكلم على 2015. فلا أنا بدي أبينه إنه علينا أن نعيش الآيات ونطبق الآيات، وإذا كان في وعد في أي آية أو في أي حديث لرسول الله نأخذها محمل الجد ونطبقها. نعم، وهنا تستطيع أن تخرج للناس وتتكلم بكل إريحية عن الاستغفار أو سورة البقرة أو ما عشت. لما أنت معك ثمار وحقيقة ما عشت، والله بقول كلمة لصاحبي مثلا 20-30 سنة من التيه انتهت ب2-3 من الاستغفار. نعم بدل الله وغير الله لي، والله له وعود جميلة يا جماعة أكثر مما تتخيل، أكثر مما تتخيل في الاستغفار. وسنتكلم إن شاء الله سورة البقرة، بس هون إن شاء الله نجيب على هذا. نبدأ على بركة الله. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره
ومن مساوئ عملي أستغفره واستعينه على نيل الرضا واستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، وأن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبتي في الله، خير ما بدأ فيه الكلام، وخير ما عطرت به المسامع، وخير ما تكلم به المتكلمون، وخير ما نطقت به الألسن، وخير ما استشعرته القلوب هو كلام رب العالمين الذي قال وقوله الحق: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ماذا يفعلون وهم قيام وقعود وعلى جنوبهم يا ربي؟ فهل علمت أخي ماذا يفعلون كما ورد في الآية؟ إنهم يذكرون الله ويتفكرون في خلقه سبحانه وتعالى. يا ربي، بما وصفت الذاكرين ماذا سميتهم؟ بأولي الألباب. أهم الذي قال فيهم رسول رب العالمين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، رواه البخاري ومسلم. إخوتي في الله، هذا وصف رب العالمين للذاكرين. الذاكر هو الذي ينبض قلبه بذكر ربه فيحيا بذكره. الذكر يجلي القلوب من صدائها. وفي حديث مرفوع قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: فما جلاؤها؟ قال: قراءة القرآن. وفي حديث آخر: وكذلك ذكر الموت. اعلم أخي في الله إن الذكر من أفضل القربات إلى الله جل في علاه. ومن فوائد الذكر كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب: إن في الذكر أكثر من 100 فائدة، منها إن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى عن الذكر غفل، فإذا سهى عن الذكر وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. أتعلم ما معنى هذا الكلام؟ اعلم أخي في الله يرحمك الله، إن ما من عمل سوء وفاحشة وإطلاق نار ترتكب على وجه الأرض إلا والشيطان وراءها. يقول المولى عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. لذلك الذكر يفسد على الشيطان عمله. لا تنسى إن كل هم الشيطان هو أن يخرجك ويبعدك عن رحمة ربك وأن يدخلك النار. فلا طاقة لك به إطلاقا إلا بذكر الله. فالذكر حصن لك من الشيطان. فما من حرب ولا مفسدة ولا تخاصم بين اثنين ولا أكل ربا ولا زنا ولا عقوق والدين ولا قتل نفس إلا وكان الشيطان وراءها. وما شرعت أذكار الصباح والمساء إلا لتكون لنا حرزا من الشيطان ومن أعمال السحر والسحرة. من فوائد أذكار الصباح والمساء: إنها تقيك مصارع السوء وتغلق عليك كل أبواب السوء وتحفظك من شرك الشيطان وتحفظك من شراك الشيطان. والذي نفسي بيده لو أنك أخذت قليلا من الوقت لتحافظ على أذكار الصباح والمساء المعهودة عن المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتكون في وقتها، أي بعد صلاة العصر بقليل
وبعد صلاة الفجر مباشرة، فإنك لن تشقى أبدا. نعم يا جماعة، لأذكار الصباح والمساء هي الواقي الأول، يعني الحصن الأول في تحصينات يأتي بعد الذكر، وتكون سورة البقرة وهكذا. يعني احنا في تحصينات، بدنا تحصينات كثيرة، فهذه أولها. نعم أخي في الله، كن ثابت في إيمانك، متوكلا على الحي القيوم، متوكل على الحي الذي لا يموت، فوالله إن كنت كذلك فإنه لن يخذلك. هنا كانت في قصة قديمة أنا أتجاوزها، نسيتها يعني، لأنه أنا كانت القصة أنا متذكرها. تذكرون قصة النملة مع 40 نملة، وقصة توكل على الله. طيب، فإن أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد، ونصب الجبال، وبسط الأرض، وشق البحر لموسى، ونجى إبراهيم من النار، واستجاب ليونس من بطن الحوت، وأنزل القرآن على سيد الخلق المرسلين، وقال المصطفى: إني عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء، إن كنت له عبدا كما أمرك سترى ما وعدك. هنا نقف على الذنوب، هنا نقف على هذا الحديث. طبعا هو مش مكتوب هنا، أنا أضيف: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. واعلم أن الأمة أو الدنيا أو سمي ما تشاء، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك من زمان، مكتوب انك تاخذه. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه عليك من زمان. رفعت الاقلام وجفت الصحف، فكل شيء من عند الله. بدك اشي، الله الذي حال بينك وبين عطاء الله لك وحسن التوكل على الله وحسن الظن بالله هي ذنوبك. لما كثرت ذنوبك صرت تسأل الله لا يستجيب، تدعو الله فلا يستجيب، تسأل الله في مواطن الاستجابة لا يستجيب، لأنك أنت ما حققت شروط الاستجابة. بعد أيام بقول لك الحديث: احفظ الله يحفظك، في حدود لله احفظوا. أمرك تنتهي عن الغيبة، لا تأكل حقوق، لا تظلم، لا تسب، لا تشتم، كل هذا احفظ الله في هذه الأمور. احفظ الله في الصلاة في وقتها بكل ما أمرك ونهاك. احفظ الله يحفظك، يحفظك انك ما تندم، ويحفظك انك انت ما تمرض امراض يعني تفتك بيك، يعني يحفظك من كل شر، من كل كرب، من كل حرب، من كل دمار، من كل ضلال، يحفظك من كل الذي نحن فيه. يحفظك، سيؤويك إلى كهف رحمته جل في علاه. يحفظه يعني قدس أوامر الله فوق أوامر الدنيا كلها. الآن وقت صلاة، أركض على الصلاة. صار في مجلس غيبي، انتهي، اترك المجلس ولو انتهي. في مسلسل أنا لا أجلس فيه، نعم لا أجلس، لا أبقى في هذا المجلس أبدا، لا أوافق، سأغادر المجلس. في مجلس غيبة سأغادره، في مجلس المسلسلات ولقطات عري سأغادره، لن أبقى فيه. نعم، لبس، نمص، أكل حقوق، انبطاح تحت الشهوة، ذنوب، خلوات. احفظ الله يحفظك.
ابدأ راقب الله وسترى عجب من عطاء الله. خلينا نكمل لأنه الدرس فيه على 30,000 استغفار بدي أصله. فهنا إن كنت له عبدا كما أمرك سترى ما وعدك، سترى ما وعدك. وعدك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، مش فقط تركض إلى الطاعة ولا تنتهي عن الذنب. إحنا كلنا بنركض على الطاعة، إحنا كلنا بنركض بالصدقات، بنركض بقراءة القرآن وحفظ القرآن وقيام الليل وصيام اثنين وخميس ومساعدة، لكن لا ننتهي لا عن غيبة ولا عن ربا ولا عن إباحيات ولا عن مسلسلات ولا عن سب وشتم ولا عن ظن إننا خير من الناس ونزكي أنفسنا ونشرك بالله بالليل والنهار ونرد فضل الله علينا لغير الله. ما تركنا من أعمال سوء إلا اقترفناها، لكننا نسارع فيه. وصلت؟ انتهي. نعم، إن كنت له عبدا كما أمرك سترى ما وعدك حقيقة مثلما أنك تراني الآن نصب عينيك. هذا من الاستغفار. سيمطر الله عليك السماء وسيمدك بالأموال والبنين ويغير أحوالك وسترى عجب من عطاء الله وستحيا الحياة الطيب الكريم. نعم، فوالله وإني أزم إن وعدك في عيشة طيبة فهي عيشة طيبة، وإن وعدك في رزق من حيث لا تحتسب كما بسورة نوح جزاء الاستغفار. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فإنه رزق من حيث لا تحتسب. اسمع أخي في الله، أيقن على الله الإجابة ولو بعد حين. أولا قال لك بعد استغفارك إنه سيرسل السماء مدرارا، فوالله إنه سيرسل السماء مدرارا كما قال لك في الآية لا تسأل كيف ومن أين، ثم يمددك بأموال. اسمع مصدر المال من أين. يقول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه الإمام أحمد. فأول شروط في الرزق إنه يأتيك من حيث لا يحتسب. والله هذا الذي وجدنا من حيث لا نحتسب. والله أغلق لي المحلات كلها ورزقني من حيث لا أحتسب، ولا زال الفضل من الله يرزقني من حيث لا أحتسب. نعم، فأول شرط في الرزق أن يأتيك من حيث لا تحتسب وإنه مال. والشرط الثاني أنه لا يخطر على بالك من أين يأتي، وهذا حق. مثل ما قال لك المولى عز وجل في الحديث من حيث لا تحتسب. أو تظن إن المولى عز وجل تنقصه بعض العبارات حتى يضع عبارات لا قيمة لها في كتابه، يعني في سورة نوح؟ حاشا لله، حاشا لله وتعالى الله علوا كبيرا. كتابا أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فحاشا لله أن يقول لك أولا مطر وبعدها مالا من حيث لا تحتسب، ولا يكون الترتيب كما جاء في الآية الكريمة. فأول ما يأتي به الله المطر ولو كان في منتصف الصيف. ألم يمطر الله حديقة أنس بن مالك حين جفت؟ ومن ثم المال كما قال لك وأخبرك، وبعدها الجنات ومن ثم الأنهار. سبحان الله، اليوم عندنا عشرات آلاف القصص في المطر. نعم، كنا نستشهد بقصة الإمام أنس بن مالك. نعم، سبحان الله. نستمر إن شاء الله. ألم يشق الله ظهر الحوت في وسط البحر من وسط الظلام لعبده ذنون؟ والذي أقسم المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنه قال وأقسم ما من مؤمن يدعو بدعاء ذنون إلا واستجاب الله له ولم يقل بعد حين. هذه قصة الدعاء في عهد عمر ابن الخطاب بعد وفاة المصطفى
صلوات ربي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحن يقول سيدنا سعد بن الوقاص رضي الله عنه وهو خال المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: بينما كان عثمان رضي الله عنه في المسجد جالسا دخل عليه سعد وطرح عليه السلام فلم يرد عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان مهموما. فخرج سيدنا سعد مسرعا إلى عمر رضي الله عنه وقال له: أحدث شيء للإسلام؟ فقال له: لا. ولماذا؟ قال: لإني طرحت السلام على عثمان وكان مهموما فلم يرد علي السلام. فناداه عمر، كان الخليفة عمر يعني، فناداه عمر وسأله: ماذا بك؟ لماذا لم ترد السلام على سعد؟ فقال: لم أراه ولم أسمعه. وقال له: كنت مهموما حزينا. فقال له: وما الذي أهمك يا عثمان؟ فقال له: في يوم كنا جلوس عند المصطفى عليه الصلاة والسلام وأراد أن يخبرنا بدعاء، فأقسم المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما دعا بها مسلم إلا واستجاب الله له. فدخل في هذه المجلس، دخل عليهم على رسول الله يعني، فدخل عليهم أعرابي ونسي أن يكمل لهم فتفرقوا. يعني الرسول عليه السلام كان يقول لهم عن دعاء يستجاب الله به، وكان سيدنا عثمان موجود وسيدنا سعد موجود، سعد بن وقاص، وهذا الأعرابي دخل فأشغل الرسول عليه السلام ما أكمل لهم الدعاء، ما أكمل لهم ما هو الدعاء، وانصرفوا تفرقوا يعني. فتفرقوا. فتذكر ذلك عثمان في عهد خلافة عمر بعد وفاة رسول الله إنه فاتهم دعاء عظيم وأنهم خسروا شيئا يستاهل الهم والحزن. فقال له سعد: أنا أخبرك به، فإني قد لحقت برسول الله إلى بيته وسألته فقال لي: إنه دعاء أخي ذنون، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. أخي في الله، قولها مثل ما هي ولا تخبر المولى بما يصلحك فإنه أعلم بحالك. رددها حتى يأتي الفرج. يعني ابقى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نحن عشنا مع أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والحال واحد، كلها استغفارات. الحمد لله رب العالمين، الله أمطرنا ورزقنا وأعطانا كل شيء استجاب لنا بكل شيء، وفتح علينا أبواب وآفاق ما كنا نعلم فيها، لكن تبنا من ذنوبنا وراقبنا الله ولا نشرك به شيئا. نعم. أخي في الله، قولها مثل ما هي ولا تخبر المولى بما يصلحك. يعني لا تقول يا ربي أعطيني مال ولا أعطيني ولد، لا، خلص أنت قولها، والله يعرف ما هو الذي منعك جل في علاه، والذي منعك يعرف شو ليش أنت عمال تستغفر. نعم. فإنه أعلم بحالك، رددها حتى يأتي الفرج. فمن كان ينقصه مال أو ولد أو أرض أو عمار أو زوجة فليداوم عليها وسيرى الفرج. نعم، يكفيك أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يعني. وهذا الدعاء كمان ممكن لك أنت، لكني أنا ما عشته، يعني إني أعيش بلغ عني ولو آية. أخي في الله، كن لله كما أرادك واقطع الشك باليقين. لما تكون أنت، نعم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، وإذا سألت فاسأل الله فاستعن بالله. أخي في الله، كن لله كما أرادك واقطع الشك باليقين. إن الله ناصرك وإنه معك، وأحسن الظن بالله وتوكل عليه يعطيك ويرضيك. فمن لزم الاستغفار كان مستجاب الدعاء. اسمع لقصة هذا الرجل الذي يقول إنه يستغفر الله في اليوم 30,000 ويقسم بالله، وكل من أراد يقسم بالله ما رفع يده إلى السماء إلا استجاب الله له. نعم، اسمع لقصة هذا الرجل الذي يقول أنه يستغفر الله في اليوم 30,000 مرة، وأنه ما رفع يده إلى السماء إلا استجاب الله له. وكل ما أراد هو أن تعلم أمة المصطفى إنه من يداوم على الاستغفار
يستجيب الله له كما وعد. وهذه قصة الإمام أحمد عندما كان مسافرا من بلد إلى أخرى. الإمام أحمد بن الخباز يعني، أنا أكمل. وهذه قصة الإمام أحمد عندما كان مسافرا من بلد إلى بلد أخرى، فأدركه الليل في بلد بعيدة، وكان الإمام أحمد لا يعرف حاله، مش معروف منه يعني، معروف في منطقته، لكن كان مسافر. الناس ما كانت في موبايلات ولا صور. فأراد أن يبيت في مسجد تلك القرية، ولكن لم يروق ذلك لحارس المسجد، فطرده من داخل المسجد. فأراد الإمام أن يبيت على عتبة المسجد، فجاء الحارس وجره إلى وسط الطريق المقابل للمسجد، وكان بجوار الخباز. فأخذه الخباز وهو لا يعلم من الرجل. وكان مع الخباز قصة طويلة مع الاستغفار، فكان كلما قطع العجين أو خبزه أو باعه أو قبض ثمن الخبز أو أرجع باقي، كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فكان كلامه كله استغفار. فعجب الإمام وقال له: وهل جنيت منه شيء للاستغفار؟ يعني هل وجدت من استغفارك شيء؟ وقال الخباز: والله ما دعوت. فقال الخباز: والله ما دعوت ربي بشيء إلا استجاب لي، ما سألته إلا واحدة، وإني لأرجو أن يستجيب لي قبل أن أموت. نعم أخي، كن متيقن بالإجابة. ألا تذكر قصة سراقة؟ الله أكبر يا جماعة، أقسم بالذي أحل القسم، أقسم بالذي أحل القسم. أنا بدأت الكلام عن سراقة، والله ما بعلم إنه في هنا سراقة. يا الله، يا تحت صبعي، لا إله إلا الله. يا جماعة ما فيش إشي صدف عند الله. عندما بدأت الاستغفار والحديث عن الاستغفار بال2022، هذه الحقيبة التي هي هنا هذه الحقيبة، هاي كل الدروس والمحاضرات التي كنت أعطيها يعني ضاعت عندي 6 سنين تقريبا، ضاعت مني من 2015 ل 2022. وإذا ابني يعني بيعطيني إياها من الباب هنا بيته، وأول ورقة أخرجتها هذه أول ورقة أخرجتها من الحقيبة ب7 سنين، وأنا جديد وأحد تكلمت عن الاستغفار. بدأت بالاستغفار: تلبد السماء، كتبت تدوينة: أول عطاء الله الاستغفار هو المطر، والله الذي لا إله إلا هو لا رب سواه. شوف هذه أول ورقة، شوف شو مكتوب عليها هنا تحت إصبعي: 30,000 استغفار. قصة الإمام أحمد زائد قصة 30,000 استغفار. والآن بدأت أنا أتكلم عن سراقة، لأنه الرسول عليه السلام وعدوا بشيء فوجدوا، والله وعدك في الاستغفار في المطر والمال والبنين وكل هذا العطاء والتمكين والعزة والقوة وكل شيء، فستجده حقيقة. لا إله إلا الله. أخي، كن متيقن بالإجابة. ألا تذكر قصة سراقة ولو بعد حين؟ فقال الإمام: وما هي؟ نعم، الإمام أحمد يسأل: أي دعوة لم يستجيب لك؟ الخباز يقول له: والله ما دعوت الله بشيء إلا استجاب لي إلا واحدة. قال: وما هي؟ قال: أن أرى الإمام أحمد قبل أن يموت. فبكى الإمام أحمد وقال له: والله لقد جره الله إليك جرا، فأنا الإمام أحمد. مسكين وألف مسكين هذا العبد الذي لم يذق حلاوة الإجابة ولا حلاوة القرب من الله جل في علاه، وظل كل عمره متشككا مترددا. إنها الذنوب التي تجعلك متشككا مترددا. ذنوبك يا رب يا رب لا يستجيب، يا رب يا رب لا يستجيب، لا تستجيبي. قل يا عبادي، قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإيمان أخي الكريم أن لا تشرك بالله، أن لا ترد فضل الله عليك لغير الله. الإيمان مش فقط إن الله يعني جل في علاه هو المتفرد في هذا الكون، هذا حقيقة،
هذه أنت تقرها لكنك بطريقة غير مباشرة كل ما يأتيك من خير ترده. واحد لأبو أحمد، واحد لأبوك، واحد لمعلمك اللي بالشغل، واحد لسيدك، واحد لرئيس البلاد. كله ما بترجع الفضل لله. وكل الذي يصيبنا هو بما كسبت أيدينا. إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. الذنوب لكن الضامن للدين هي سورة البقرة. نعم، مع أذكار الصباح والمساء. نعم، أذكار الصباح والمساء مهم جدا جدا مع سورة البقرة، مع الاستغفار مهم. كله في كل شيء له دوره. مسكين والله يا جماعة، الحمد لله رب العالمين، لكن لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ولا يلقاها إلا الذين جاهدوا فينا ولنهدينهم سبلنا. بدك تكثر، بدك تركض في السير إلى الله، بدك تري الله منك بدأت تغير يا ربي. أنا هذا الماضي أنا الآن عرفت إنها ذنوبي سأتركها، وأنا عرفت إنه الاستغفار ممحى للذنوب وتغيير أرزاق وكل شيء، وأمور يعني فيها تمكين، فيها رزق، فيها آيات حسية، فيها ثبات على الدين إن شاء الله. نعم والله مسكين وألف مسكين هذا العبد الذي لم يذق حلاوة الإجابة ولا حلاوة القرب من الله جل في علاه، وظل كل عمره متشككا مترددا من عبادة الله. هل ستجني له ثمارا في الدنيا قبل الآخرة؟ يا أخي جربه وأنا أقيدك، جربه وأنا أفيدك إن الإجابة هي فقط عندما لا تلتفت لغير الله. عندما لا تلتفت لغير الله. نعم يا أخي صدق وأنا أفيدك، إن الإجابة هي فقط عندما لا تلتفت لغير الله. فأول الطريق إلى الله تشعر بأن الضيق بأنه ضيق فأول الطريق إلى الله تشعر بأنه ضيق، لأنك ستترك كل ملذات الدنيا. أول الطريق إلى الله يعني وكأنك وحيد، طريق ضيق عليك بعد أمور معطلة. نعم، فأول الطريق إلى الله ستشعر بأنه ضيق، لأنك ستترك كل ملذات الدنيا الحرام وليست الحلال التي تعلقت فيها كل هذا العمر، مثل حب الشهوات والمرئيات والفضائيات والمقاصف والمسابح والمتنزهات والملذات. وبعد أن يرسخ الإيمان في قلبك يبدأ الطريق بالاتساع شيء فشيء، فيفتح الله عليك أبواب الطاعات من قيام وصيام وذكر، وكل ذلك من باب الحب للمولى عز وجل. فإن فتح الله عليك هذه الأبواب من الطاعات كن عنده محمودا، وإنك إن عرفته جل في علا ذكرته، وعلى قدر ذكرك لله يكون قربك من الله فأكثر. نعم، وأن الله لا يعطي للذاكرين أكثر من مسألة السائلين، فإن الصلاة من الذكر. ألم يقل المولى عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال العلماء إن أكبر ما في الصلاة هو ذكر الله. اسمع أخي في الله لهذه القصة لهذا الرجل البسيط العفيف الفقير الناصح لله. يقول الشيخ عبد المحسن الأحمد إن هذا الرجل كان يعمل على تصحية المسلمين بكل شيء. إذا رأى من يدخن يصححه، وإذا رأى محتاج أعطاه، ومن بنفسه بحاجة يعني كان يسعى في الخير، يعني يصحح أي شيء اعوجاج ويساعد الناس. وذات مرة رأى الرجل محروم وهو على رجليه، قال للشيخ نرجع، يعني شاف واحد ماشي على رجليه قال نرجع ونوصله. يعني هاي قصة أنا مش متذكرها صراحة. نرجع ونوصله ونعطيه 100 ريال ويكون كل أجر العمرة لنا. نعم، ويظل يردد والله. نعم،
هذا الرجل ما كان يقبل مساعدة من أحد، كان يعطي ويساعد. نعم. وذات مرة، لحظة أقرأها، الحقيقة قصة جميلة جدا، سبحان الله، قصة فيها ما شاء الله تبارك الله. يلا نقرأها. طبعا هذا الرجل يعني يحب المسارعة في الخيرات، فإن رأى رجل يعني يسيء، مثلا مدخن أو يعني كلامه كان يصححه، يعني يعطيه موعظة: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لشكن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه تدعونه فلا يستجيب. وكان يساعد. ومرة قال في واحد كان ماشي على اجره من وصله للعمرة، مو رايح يعني يعتبر، من وصله بالسيارة وبنعطيه فوقيهن كمان 100 ريال عشان يكون أجر العمرة كله علينا إلنا، يعني بدون ما ينقص منه. طيب، وذات مرة اتفق هو والشيخ، هذا الشيخ صاحبه، هذا الرجل هو الشيخ صاحبه، إنه إذا أراد أحد من الآخر شيء أن يخبره. اتفقوا أنه يخبروا بعض: أنا بدي منك شيء بخبرك. وبالفعل استقرض عدة مرات من الشيخ على أساس أن يرجع المال. هذا الرجل يعني استقرض من الشيخ عدة مرات على أساس أن يرجع المال. وذات مرة طلب من الشيخ أن يقول له دعاء وهو ساجد، فقال له: قل بما يحب الله. الشيخ علمه دعاء: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يا رزاق يا ذو القوة المتين ارزقني. طيب، مشت الأيام. طبعا هذا الدرس أنا مستمر، هذا كان يكون درس بين المغرب والعشاء في مسجد الخلة عندنا. نعم، درس طويل. طيب، فيقول بعد أسبوع، هذا إسا حافظ على الدعاء هو بصلاته، فيقول بعد أسبوع اتصل بي قاضي وقال لي في قضية بيع أرض، إن استطعت أن تقنعهم في البيع تحصل على مكافأة. فيقول اتصل لا يردون، فأصلي وأقول: يا رزاق يا ذو القوة المتين ارزقني. ثم اتصل فردوا بعد عدة مرات ووافقوا، فقالوا: إن لهم أخ خارج البلاد. فاتصل عدة مرات مع الدعاء في الصلاة حتى رد ووافق، فكان نصيبه من البيعة أرض كبيرة بين الإخوة كاينين كنهن، والجماعة متفرقين ومش متفقين على البيعة، فكان نصيب هذا الرجل 1,250,000 ريال عشان وفق البيعة، لأنه ما كان بده يبيعه. الله كبير جل في علاه. إخوتي، فإن من فضل الأذكار في أيامنا بعد أن كثرت الفتن وفتحت أبواب كل شيء علينا هو الاستغفار. وقال أحد السلف الصالح، قال: إن خير الأذكار أن تكون ما بين حمد على نعمة وتقول الحمد لله، وبين توبة من ذنب فتقول أستغفر الله. فإن للاستغفار وقت مفضل وهو بالأسحار، أي في آخر الليل. وقول مولى عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وآية أخرى: وبالأسحار هم يستغفرون. فبالاستغفار يمكنك أن تحل كل مشاكلك اليومية في هذه الدنيا. ومن أهم فوائد الاستغفار: لا يعذب الإنسان في حياته أبدا، لا جسمانيا ولا نفسيا، لقوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار ينجي من كل أنواع العذاب الجسمي والفكري والاجتماعي. بالاستغفار تنفتح كل أبواب الخير على الإنسان وتنفتح كل البركات، لقوله تعالى: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في الاستغفار يقوي المجتمع وينمي قدراته. قلت: يا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار يكفل للإنسان الحياة السعيدة. تقول الآية الكريمة: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. بالاستغفار يبقى أجل الإنسان إلى أجل المسمى الذي كتبه له، وينجيه من الأجل المقضى أو الموت عن طريق الحوادث. نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هي كل ذنب بشهوة، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإن أكثر ما يذنب العبد وهو من باب الفواحش أي ذنوب الشهوات، وكذلك ذنوب الشرك الخفي. ألم يسمي الله جل في علاه الشرك في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن للشرك الخفي الذي كل 5 دقائق نقع فيه. سبحان الله، دروس فكانت تعيد نفسها بأسلوب آخر. سبحان الله. فمن للشرك الخفي الذي كل 5 دقائق نقع فيه إلا الاستغفار. فلان ولولا فلان لما حلت المشاكل والوظائف. ومن للفاحشة إلا الاستغفار، النظر بالحرام والهمس واللمس، وكل هذا من الفواحش. ولكن الشرك الجلي لا مغفر له، ونسأل المولى عز وجل أن يجنبنا الشرك وكل أنواعه. أسأل الله أن يجنبك إياه كل يوم. فهذا إبراهيم عليه السلام كان يدعو ربه: ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلا تحسب نفسك على شيء، فإن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة. اسمع ماذا يقول مصطفى صلوات ربي عليه عن فضل الذكر. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الإمام الشافعي كان يختم القرآن 60 ختمة كلها في صلاة في رمضان، يعني وهو قائم يصلي. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من الذاكرين الله كثيرا، فقد ثبت أنه كان يسبح كل يوم ويستغفر 12,000 مرة، ويقول: أستغفر بقدر ذنوبي. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: أعلم إن الذاكرين تختلف أحوالهم، فمنهم من يؤثر قراءة القرآن نعم سيطول الدرس. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم ان الذاكرين تختلف احوالهم، فمنهم من يؤثر قراءة القرآن، ومنهم من كان ذكره تهليلا وتسبيح وتحميد، ومنهم مستغفر. من فوائد الذكر قال عنه العلماء: هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقد الحلاوة في 3 أشياء: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. فإذا وجدتم الحلاوة في الصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن هذا جميل، وإن لم تجدوها فاعلموا إن الباب مغلق. نعم، الذكر يزيل الهم والغم عن القلوب، يقوي القلب والبدن. فإذا كثرت أمراض العصر هي من الضغط النفسي، الذكر ينور القلب ويجلب الرزق. الذكر يفتح عليك أبواب كثيرة من أبواب المعرفة. الذكر يزيل الوحشة بينك وبين الله ويقربك منه. الذكر يزيدك فهما لكتاب الله وسنة نبيه صلوات ربي عليه. وأهم من كل ذلك: وإنك إذا ذكرت الله ذكرك الله. وأما إذا ذكرك الله منحك الأمن والسكينة والرضا والسعادة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. نعم يا أخي، هذا يكفي والله. الذكر يجلي القلوب من صدئها. القلوب الصدئة تشعر بالملل. نعم، القلوب الصدئة تشعر بالملل، لا يوجد لديها رغبة لا في طاعات ولا في قراءة قرآن، وإذا قرأ شيء انصرف عنه بسرعة. والذكر سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة
وحفوف الملائكة بالذكر تكون من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من واظب على ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله زالت به الصعاب وإن عظمت. عندما أمر الله الملائكة بحمل العرش قالت الملائكة لا طاقة لنا به، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله، فأكثروا منها لتقلعوا عن المعاصي وتتقربوا إليه جل في علاه، وهي كنز من كنوز الجنة. فهذه قصة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عندما أسري به إلى ربه وفي طريق بين السماوات والأرض مر بملكين يبنون قصرا لبن من ذهب ولبن من فضة، فسأل لمن هذا القصر؟ قيل له إنه لرجل يذكر الله، ولكنه عندما كان في نزولهم السماء كانوا قد توقفوا عن البناء. فقال لماذا توقفوا؟ قيل له إن الرجل توقف عن ذكر الله. الله أكبر. عندما أسري لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأى ملكين يبنوا قصرا لبن من ذهب ولبن من فضة، فسأل لمن هذا القصر؟ قيل له إنه لرجل يذكر الله، ولكنه عندما نزل من الإسراء عندما نزل من المعراج كان في نزوله من السماء كانوا قد توقفوا عن البناء، فقال لماذا توقفوا؟ قيل له إن الرجل توقف عن الذكر. سبحان الله ما أكرمه على عباده. فمن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي فقال لي يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم إن الجنة طيبة التراب عذبة الماء وإنها قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. اعلم أخي في الله إنه ما من ذنب يرتكب ويكتب عليك فإن الملائكة تنتظرك لتستغفر قبل أن تكتب عليك. لا نعم إلا ويجر إليك هذا الذنب مصيبة ثمن له أو يدفع عنك خير كان في طريقه إليك. كم مرة كنت موعود بمبلغ من المال وما إن وصل إليك المبلغ حتى كانت مخالفة سير أو دفعة فذهب أدراج الرياح. احنا نقرأ الدرس كما كان يعني. نختم بهذه القصة لرجل يسمى زامل. هذه قصة جميلة. هذا عندما أقول لكم في جوف الليل الآخر صلي صلاة بسجود طويل واشكو أمرك لله. هذا قصة زامل عملناها كثير والله فرج الله فيها. اشكو كل همك لله في آخر الليل صلي بسجود طويل كل اشي مضايقك بدل ما تكتبوا إلي احكي لله، لكن توب من الذنوب واستمر وسترى عجب من الله. يلا نقراها. هذا الرجل اتصل بأحد المشايخ وكان يبكي بكاء شديد ومرير من هول ما لحق به من عقاب من الله. هذا الرجل كان عاصي لله باعترافه، فكان كلما أقبل على معصية قلب الله حياته جحيما. وآخر مطاف قبل أن يتصل بالشيخ وهو يبكي قال له لقد انقلبت السيارة بي وأنا ذاهب لمعصية ولكني والله نجوت
والله إني نجوت بأعجوبة ولم يصبني مكروه، ولكن السيارة تفتتت وإني أريد أن أتوب إلى الله ومش عارف شو أساوي وكيف أبدأ، كيف بدي أخلص من المعاصي. قال له الشيخ: ما أرى إلا إن الله يحبك ويريدك أن تعود إليه. قال: وما العمل؟ قال: تقدر أن تبكي وتشتكي في سجودك كما بكيت وشكوت لي الآن؟ فلم يجب، فكرر عليه مرة ثانية: هل تقدر أن تفعل ما فعلت معي؟ يعني هو كان يبكي للشيخ ويشكو له، فقال له: بتعرف تعمل هذا الشيء في صلاتك في سجودك كيف بكيت لي يعني للشيخ وشكوت أن تشكي هذا الأمر في سجودك لله؟ نعم، أن تجعلها في سجودك في الصلاة. فلم يرد. قال الشيخ: يا أخي، لقد قطعت قلبي وأنت تشكو، ولو كنت أنا ربك تعالى جل في علاه لأعطيتك مسألتك، ولكني عبد فقير. يعني هو بده يقول له يعني على هذه الشكوى لو شكوتها لله كان استجاب الله لك، يعني روح صلي لله واشكو همك، وانت اشكو همك الذي أصابك وألمك بما ألمك، ما هي الذنوب وانت تايب إلى الله وأقبلت على الله. ابكي له يا أخي، بده الله بكانا، احنا عبيد. طيب. وقال زامل: نعم سأستطيع، هذا هو كل المطلوب كي يستجيب الله. قال الشيخ نعيم: ثم قبل أن يقطع المكالمة قال له الشيخ: زامل، لا ترفع رأسك من سجودك. الشيخ بيوصي زامل: لا ترفع رأسك من سجودك. وتوجد أي حاجة في قلبك تريد أن تسأل أحد من البشر عنها، ثم أقفل الخط. يعني لا تترك ولا شيء بدك تسأل البشر، اسألوا لله فقط بسجودك، كل مشاكلك حطها أمام الله. نعم. يقسم الشيخ: لم يمضي أسبوعين وإذا برسالة إلكترونية مسج تقول: يا شيخ، جزاك الله كل خير، أخبر الناس من حولك إن الله أعطاني مسألتي وزاد. ثم أضاف: قل لهم ألا يرفعوا رؤوسهم قبل أن يسألوه عن كل شيء، ولا يبقوا أي سؤال في نفوسهم، اسأل كل شيء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ هذا هو ربنا جل في علاه، اذكره في كل وقت ولا تجعل قلبك يغفل عن ذكره. نعم، لا تجعله جل في علاه مصباحا فقط للأوقات التي تظلم عليك بها الدنيا، لكن اجعله النبض والدم الذي يجري في قلبك والنفس التي تتنفس به. قاعد نعطي دروس طويلة أنا. يعني سبحان الله. نعم، احنا تقريبا وصلنا إلى آخر الدرس. يعني هون الدرس تقريبا يعني كان في قصة مذكورة هنا ولكن مش مكتوبة. سبحان الله، سبحان الله كيف الكلمات ترتب. سراقة، وأنا ذكرت سراقة في البداية، 30,000 استغفار، وجاءت في هذا الدرس. والله يعني هذا من 2015 ما قرأت هذا الدرس، يشهد الله علي، ما قرأت هذا الدرس من 2015، اليوم قريته. سبحان الله. كيف أخرج للناس عندما تملك حقيقة الإيمان، حقيقة ما عندك بكلمة واحدة، إذا صدقت الله فيها وعملت بها وقطفت ثمارها ستكون لها وقع في قلب من قلت له هذا الكلام. إذا تكلمت عن الاستغفار، موجز الاستغفار: أنا يا جماعة كنت ضايع، كنت تعبان، ما تركنا عبادي إلا وعبدنا الله، نتقرب، نكفر عن ذنوبنا، ما زبط.
وبقيت أمورنا معطلة. في ناس بتستحي من المحيط الذي حولها إنها أمورنا معطلة. كلنا معطلين يا عمي، واحد معطل بالصحة، واحد معطل في الزواج، واحد معطل بالأولاد، كل واحد يعني أمورنا معطلة في أشياء، إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم، هذا له البشرى، الذي يتوب ويلزم الاستغفار. فالحمد لله رب العالمين. اليوم يقين بالله، ما في كلام اليوم، ما في كلام، ما في ظن. هنا كان في أشياء ممزوجة في يعني وكأنه نأخذ كلام الآخرين، لكن اليوم هذا الكلام كله نعيشه حقيقة ملموسة. نعم، كالذي قرأ كتاب تمريض ولكن لا يعرف يمرض، مارس التمريض صار ممرض. هكذا اليوم نحن بفضل الله بيقين نتكلم عن الاستغفار، بيقين ان الله سيغير لهذه الامه بالاستغفار. نعم، وكلامنا كله من حقيقه نعيشها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقه: عد يا سراقه ولك سواري كسرى. ونحن نقول: الزم الاستغفار، كما قال الله وقال رسول الله: الزم الاستغفار، وكل الذي تبحث عنه ستجده أمامك إن شاء الله. سيعطيك الله، سيغير أقدارك، سيغير أحوالك، سيعطيك ويرضيك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. نحن يا جماعة هذا الاستغفار إن شاء الله يوما ما قريب إن شاء الله سيحوله الله طمأنينة لقلوب المسلمين، ورعب في نفوس أعداء الدين. الرعب، يخافوا من كل صيحة، من كل شيء، يخافوا من أنفسهم، يخافوا أن يتخطفوا من الناس. اصبر، لكن استمر بالتوبة والرجوع، وأمر الناس بالاستغفار والتوبة والرجوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.